السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم وصفة شعبية معروفة وتقليدية، الشريحة مبخرة مع الثومة، علاج تقليدي للنزلة ديال البرد. هاد الوصفة كانوا كيستعملوها جدودنا، والصراحة راها فعالة. كما شفتوا هنايا راه خديت الشريحة والثومة على حسب نتوما الكمية كتبقى لكم اختيارية، ودرتها في واحد الطنجرة، درت الماء لتحت ودرتها في الكسكاس وخليتها حتى تبخرات مزيان. من طبيعة الحال قبل غسلوا الشريحة عاد ديروها تبخر وصافي حتى تبخرات. شفتوا تهرقات ليا هنا وصافي. راكم شفتوا كيفاش كتجي الثومه طايبه، وحتى هذيك الشريحه كتجي طايبه معسله. كناخذ لها شوار هنا كنطحنها مزيان. كاين اللي ما كيطحنهاش كيرقدها هكاك في الزيت، وانا طحنتها هكا باش يسهل الاستعمال. حتى الا بغيتي تعطيها للوليدات هكا الاطفال هكا تجيك ساهله. وصافي طحنتها مزيان، وكنزيد عليها زيت الزيتون من الفم هكا باش كتبقى مزيانه وكتحافظ عليها ديك الزيت، وراه كتبقى عندكم مدة طويلة وانتم كتستعملوها.